بيبدأ فيلمنا بالدكتورة باك وهي بتطمن من المساعدين بتوعها ان هم قتلوا كل الاطفال الموجودين، وبتسأل شوي المساعد بتاعها اذا كان لقى البنت اللي هربت ولا لا، فبيقول لها ان هو هيدور عليها تاني، بس هي بتقول له ما يتعبش نفسه ويبلغ المقر الرئيسي انها ماتت لان هي كده كده مش هتقدر تعيش كتير. وبنشوف البنت الصغيرة وهي بتجري لغاية ما بتوصل لمزرعة وبيغمى عليها، وبيشوفها جو صاحب المزرعة وبياخدها للبيت وبيجيب لها الدكتور، والبنت ما بتبقاش فاكرة لا اسمها ولا عمرها، بس الدكتور بيطمنهم ان هي هتكون كويسة، فبتصعب على جو ومراته وبيقرروا ان هم يتبنوها وبيسموها جيون، وبتعدي سنين كتير وبتكبر جيون وبيكون عندها حوالي 18 سنة، وبتكون بتساعد ابوها في المزرعة لانه بيكون تعبان صحيا، وامها كمان بتكون كبرت وبتعاني من الزهايمر، وبتركب العربية وهي معهاش رخصة وبتروح علشان تشتري احتياجات المزرعة، ولما بيشوفها الشرطي ما بيرضاش يعمل لها حاجة علشان هو عارف ان هي بتساعد اهلها، وهي كمان بتكون صاحبة بنته ميونج واللي بتكون معاها في نفس المدرسة. وفي يوم ميونج بتقول لجيون ان في مسابقة للمواهب والجايزة 500,000 دولار، وان هي لو اشتركت وكسبت هتقدر تعالج بيها امها وتسدد كل ديون المزرعة. وفعلا جيون بتقرر ان هي تشترك، وبعدها بتروح لاختبارات الاداء وبتنجح وبتتأهل للمسابقة، واهلها بيكونوا مبسوطين جدا بيها. لكن بعد ما خلصت غنى سألوها اذا كان عندها مهارات تانية، فجيون عملت حركة سحرية، وابوها وامها ساعتها بيكونوا قلقانين عليها جدا لان الناس ما بتحبش الاشخاص المختلفين عنهم. ولما بتطلع اوضتها فجأة بيجي لها صداع وبيحصل لها تشنجات، وبتشوف حاجات من ماضيها وهي صغيرة. وتاني يوم الصبح بتوصل مع ميونج لمحطة القطر علشان تروح مدينة سيول عشان تكمل مسابقتها، وفي القطر بيقعدوا ياكلوا ويتكلموا، وبيضحك عليهم شاب اسمه نوبل وبيتكلم مع جيون، فهي بتسأله لو كان هو يعرفها، وبيقول لها ان اسمها الجديد احسن من الرقم اللي كانوا بيندهوها بيه وهي صغيرة، بس هي بتقوله ان هو اكيد متلخبط بينها وبين حد تاني، فبيقوم علشان يمشي وبيأكد لها ان هم هيتقابلوا تاني. وبعدها بيخبط في شخص وهو ماشي فبيخلص عليه وبيرميه من القطر، وبنعرف ان هو عنده قوة خارقة. اما جيون بتوصل للمسابقة وبتغني، وبتشوفها باك في التلفزيون وبتأكد لشوي ان هي البنت اللي هربت من المختبر وهي صغيرة. وبنشوف جيون بتفوز بالمركز الاول في التصفيات، وميانج بتكون فرحانة جدا علشانها، ولكن فجأة بيجي لها صداع وبتتعب جامد، وبنعرف ان هي راحت للدكتور قبل كده وقال لها ان هي لازم تعمل عملية زرع نخاع، ويكون ده من ابوها وامها الحقيقيين وبأقصى سرعة. وجيون بتمشي مع صاحبتها علشان تلحق القطر، لكن بيقابلهم رجالة باكو وبيكونوا عاوزين ياخدوها، وميانج بتنقذها وبيركبوا العربية. ولما بيوصلوا مدينتهم بيجي لهم نوبل اللي قابلها في القطر وبيحاول يكلمها لكنها ما بتردش عليه، لكن هو بيقول لها ان هي لازم تروح بيتها بسرعة علشان تلحق اهلها قبل ما يموتوا، فساعتها بتجري علشان تلحقهم، وبتقول لصاحبتها تبلغ ابوها الشرطي علشان يروح لهم، وساعتها فعلا بتبلغ. واما نوبل بيوصل لبيتها وبيكون معاه اصحابه، ولما بيشوفوا عربية الشرطة هناك بيمشوا، وبتوصل جيون وصاحبتها وبيجروا على البيت يطمنوا على اهلها. وبالليل بنشوف نوبل واصحابه وهم رايحين يقتلوا باحث في علم الوراثة وبيحرقوا بيته علشان كانوا محتاجينه وهو مرضاش يساعدهم. وتاني يوم باك بتقرا خبر موته في الجريدة، وبتقول لشوي ان هم خلاص هيقفلوا المختبر، وساعتها بتشكره على خدماته لكنه هو بيكون متضايق جدا. وبنشوفه بعدها مع عالم كبير في علم الوراثة، والعالم بيطلب منه يقتل جيون ويجيب له مخها لان هو الدليل على انجازاتهم. وبالليل رجاله باك بيروحوا لبيت جيون علشان ياخدوها، وبيهددوها ان هم هيقتلوا صاحبتها، وهي بتحاول تفهمهم انها مش البنت اللي هم عاوزينها، لكن فجأة بتمسك مسدس من واحد منهم وبتضربهم كلهم وبتخلص عليهم. وصاحبتها بتكون واقفة مصدومة من اللي بيحصل وبتكون مرعوبة منها، وبيظهر نوبل وبيمدح في اللي هي عملته وبيحاول يشكك ميونج فيها، بس هي بتقوله ان هي كانت طبيعية وكانت بتدافع عن نفسها. ولما جيون بتسأله هو مين، فبيقول لها تروح معاهم وهو هيساعدها انها تفتكر، والا هو هيموت ابوها وامها، فبتضطر ان هي تروح معاهم. وفي نفس الوقت شوي بيكون مع رجالته وبيجهزوا علشان يروحوا يقتلوها. وبتوصل جيون للمختبر وبيدخلوها اوضه وبيربطوها في كرسي وبتسمع صوت باك، واللي بتقول لها ان هي مبسوطه لان هي لسه عايشه. فجيون بتسالها هي فين وبيعملوا معاها كده ليه، وبتقول لها ان هي فعلا لو مش فاكره هي هتفكرها، وبتحقنها بماده. وساعتها جيون بتفتكر كل اللي كان بيحصل معاها في المختبر، وان هم كانوا بيعملوا عليها تجارب وكانوا بيعدلوها وراثيا علشان يكون عندها قوه خارقه. وباك بتعرفها ان هي كانت طفله مختلفه عن كل الاطفال، وبتقول لها ان هم مره دخلوها في مكان وقفلوا عليها مع كلاب شرسه، وان هي قدرت تموتهم كلهم، وبعدها خافوا من قوه الاطفال وانهم ما يقدروش يسيطروا عليهم، وساعتها قرروا يتخلصوا منهم كلهم ويقتلوهم، لكن هي قدرت تهرب هي ونوبل. وبعدها بدأت جيون تنزف، وأمرت باك يحقنوها بمادة تانية، وبتعرفها ان جرعة العلاج اللي هي خدتها دلوقتي مفعولها لمدة شهر واحد بس، وان هي لو ما اخدتش جرعة تانية الاعراض هتجيلها اشد من الاول. وعرفتها انها هتفضل طول عمرها تاخد الدواء ده شهريا. وفجأة بتبتسم جيون وبتقول لها ان هي كانت عارفة ان علاجها هيكون موجود عندها. ونوبل بيقول لاصحابه ان جيون هي
اللي لقيتهم مش هم اللي لقوها. وبنشوف جيون بتفك نفسها من الكرسي وبتضرب الحارس اللي واقف معاها وبتقتله وبتاخد مسدسه، وباك بتكون شايفاها وهي مذهوله وبتأمرهم يفتحوا عليها غاز الاعصاب، لكن جيون بتعرف تهرب من فتحه في السقف وبتوصل لباك وبتقتل الحرس اللي معاها، وبتقول لها ان هي كانت نفسها تشوفها من زمان، وبتعرفها ان هي ما كانتش فاقده الذاكره ولا حاجه، وعمرها ما نسيت ابدا اللي كان بيحصل معاها وانها كانت بتدور عليها، وان هي تعمدت تعمل الحركه السحريه في المسابقه علشان هي عارفه انها لما هتشوفها هترجعها المختبر وتحقنها بالعلاج، وان هي كمان عرفت نوبل اول ما شافته في القطر، وساعتها كانت مبسوطه جدا لان هم لقوها وخطتها ماشيه مظبوط، وبتضربها بالرصاص في رجليها وبتقول لها تعرفها مكان تركيبه العلاج بتاعها. وفي نفس الوقت نوبل واصحابه بيكونوا رايحين علشان يقتلوها، بس شوي ورجالته بيوصلوا وبيضربوا اصحاب نوبل بالرصاص، وهم بيخلعوا باب حديد وبيرموه عليهم، ورجاله شوي بتتصاب وبتقع على الارض، ونوبل بيروح يدور على جيون علشان يموتها، اما زميلته بتخلص على باقي رجاله شوي واللي بيكونوا برضه بيدوروا على جيون علشان ياخدوا مخها. وبنرجع لجيون واللي بتشد باك من رجلها، وفجاه بيطيرها نوبل بضربه قويه بس بتقوم من تاني، وبيظهر انها اقوى منه وبتشيله من رقبته وبترميه على الارض، وبيحاول يضربها لكنها بتتفادى ضرباته، وبيبان ان هي اقوى منه بمراحل كبيره، وساعتها بتزوق برجلها وبياخد الحيطه وبيقع، وبتضرب عليه نار وهو بيحاول يهرب منها، وفجاه شوي بيضرب عليها نار، وباك بتقول له يضربهم في راسهم علشان يموتوا، فبتجيلها زميله نوبل علشان تموتها، لكن شوي بيضربها في كتفها وبيفكروا انقاذها، وساعتها باك بتشكره لكنه بيموتها هي كمان، وده لانه عارف ان هي هتغدر بيه، والبنت بتقوم من تاني وبتقتل شوي لكنه بيخلص عليها، وبعدها بيشوف ان جيون مش موجوده بس هي بتكون وراه وبتنزل في ضرب لحد ما بتكسر رقبته، وبيحاول نوبل يضربها بالرصاص لكنها بتتحكم في حركته وبتقتله، وبتروح لغرفه الابحاث وبتاخد كل جرعات العلاج اللي موجوده فيها، وبعدها بتركب العربيه وبتمشي، ولما بتوصل للبيت بتشوف ان هم بياخدوا امها للمستشفى، فبتروح على المستشفى، ولما ابوها بيشوفها بيقول لها ان ما ينفعش ان امها تصحى وتشوفها وهي هدومها كلها مليانه دم، فبتطلع شنطه العلاج وبتديها له، وبتقول له هيدي جرعه لامها كل شهر لمده 8 شهور، وساعتها حالتها هتتحسن خالص، لكنه بيقول لها ان هي كمان محتاجه للعلاج، فبتقول له ان العلاج اللي معاها هيكفيها لحد ما تقدر تتصرف، وبيقول لها تخلي بالها من نفسها، وبعدها بتروح تودع صاحبتها وبتمشي، وبعد 3 شهور بنشوفها قاعده مع اخت باك التوأم في بيتها وبتعرفها على نفسها، وبتقول لها ان هي محتاجه علاج دايم لحالتها لان المصل بالنسبه لها حل مؤقت، فاخت باك بتفهم هي عاوزه ايه، تقول لها ان امها موجوده وبخير، وبتظهر واحده واقفه جنبها وعلى وشها ندوب كتير، وبيخلص فيلمنا. يا ريت لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.